تعرف إن في ساعة واحدة بس ممكن تنجز فيها ضعف اللي ممكن تعمله طول اليوم؟ الساعة دي هي الساعة اللي بعد الفجر. إزاي بقى تفضل صاحي وما تنامش وتستغلها صح؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. فهيا بينا. السلام عليكم. ناس كتير بتنصحك إنك تذاكر، تشتغل، تتعلم مهارة معينة بعد الفجر. طيب ليه بالذات الوقت ده؟ واحد، ساعة الصفاء العقلي والنفسي. بعد الفجر الذهن بيبقى صافي جدا، الجسم لسه صاحي من النوم والدنيا حواليك هدوء، ولا دوشة ولا زحمة ولا اتصالات ولا مشاغل. يعني فرصتك انك تركز من غير اي مقاطعات، ودي افضل حالة تبدأ بيها مذاكرة او شغل او حتى تعلم حاجة جديدة. اتنين، بركة الوقت. دليلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني في بركة خاصة في الساعات الأولى من اليوم، وأي حاجة هتعملها في الوقت ده هيكون فيها خير أكتر، والإنتاجية هتكون أعلى من أي وقت تاني. تقدر تقول كده ساعة بعد الفجر بتساوي 3 ساعات في أي وقت تاني. 3، الهدوء الروحي. الجو الروحاني بعد الصلاة والذكر بيخلي قلبك مطمئن ونفسك مرتاحة. جسمك كمان بيكون لسه واخد كفايته من النوم، وهرمونات النشاط في أعلى معدلاته. يعني ده وقت مثالي تشتغل فيه من غير ما تحس بالضغط أو الكسل، وكمان تقدر تنجز كتير في وقت قليل. يمكن دلوقتي بتقول أنا فاهم ده كله، بس المشكلة إني بتخمد بعد الفجر. خليني أقول لك الحل. واحد، ما تسهرش، نام بدري علشان تقوم مرتاح وفايق. اتنين، جهز خطتك من قبل ما تنام، اكتب اللي ناوي تعمله أول ما تصحى أو حتى اللي هتعمله على مدار اليوم. التحضير المسبق بيخليك تبدأ من غير تردد أو كسل. وبالمناسبة كنا عملنا فيديو قبل كده عن كتابة المهام وتنظيم الوقت، هسيبه لك تحت في الباقي. 3، حرك جسمك، اعمل شوية رياضة خفيفة أو اتمشى، ومعاها اقرأ أذكار الصباح. 4، اشرب حاجة دافية زي شاي أو قهوة هتفوقك وتحسس جسمك إن اليوم بدأ فعلا. 5، ابعد عن سريرك. أهم نقطة وهي المفتاح إنك ما تقعدش في نفس المكان اللي بتنام فيه. قاوم أول 10 دقايق وهتلاقي نفسك فقت الوحدة. ممتاز جدا. إزاي بقى تستغل الساعة دي صح؟ 1، أذكار الصباح وقراءة القرآن، حتى لو صفحة واحدة هتديك راحة وسكينة وبركة تكمل معاك اليوم كله. 2، اشتغل على أهم حاجة عندك، سواء مذاكرة، شغل، مشروع شخصي. الساعة دي زي ما قلنا ممكن تكون أغلى من 3 ساعات في أي وقت تاني. 3، ثقف نفسك، اقرأ كتاب أو اسمع بودكاست مفيد أو خد لك لفة قناة أحاديث تهمك. المهم تبدأ يومك بحاجة تغذي عقلك وروحك. بس زي ما قلت لك كل ده لازم يتحدد من الليلة اللي قبليها علشان ما تضيعش الوقت في التفكير وتقول أبدأ بإيه. أخيرا عايزك تفتكر دايما إن مش كل ساعة زي التانية، في ساعات لو استغلتها صح ممكن تغير بيها يومك وممكن كمان حياتك كلها. ابدأ وجرب وهتشوف الفرق بنفسك. ما تنساش بقى طبعا لايك وتشترك في القناة وتفعل زي الجرس وتسيبنا طلب براك أو موضوع حابب نتكلم فيه، وابعت الفيديو لكل حبايبك، ونلقاكم في فيديو جديد وحديث جديد من حديث تهمك. السلام عليكم.